ما كانش واحد فيكم مش حاب يكون طويل. يعني هي صح الطول حاجة مليحة، مين داك يكون حاجة عيانة. اليوم راح نحكي القصة تاع تاني أطول رجل في العالم الجزائري منير فورار، كيفاش كانت النهاية تاعو حزينة. Peut-être l'une des pires histoires que vous entendrez. منير فورار تاني أطول رجل في العالم كان عايش طفولة عادية، من كل حق لسن 15 سنة رجع يطول بطريقة كبيرة بسبب خلل في هرمون النمو. كان يزيد بحوالي 84 سنتيمتر كل عام حتى لحق للطول تاع 2 مترات ونص، وهذه الحاجة كانت نعمة ونقمة في نفس الوقت. منير رجع من الصعب بزاف يلقى حوايج قده، وزيد فقدان التوازن بسبب الطول، وتاني اكتشف باللي عنده مرض نادر وهو النشاط المفرط لهرمون النمو. هذا المرض يخلي كل حاجة فيه تكبر حتى عضلات قلبه، ونرجع عنده مشاكل في القلب. بصح رغم كل شيء منير كان إنسان مرح ويحب يضحك ويقصر ومحبوب وين يسكن، وحتى عيطوله يمثل في بعض الأعمال التمثيلية وفي المسارح. مع الأسف منير تعرض لحادث سير، هذا خلاه يرجع يمشي بالكرسي المتحرك، ورغم كل شيء لم يفقد الابتسامة، كان دايما يبتسم ويضحك وفرحان. مع الأسف توفي عام 2012 ربي يرحمه. أحيانا يجب علينا أن نرضى بما كتبه الله لنا، فالطول ليس لدينا أي تدخل فيه. ربما يوجد عمليات لزيادة الطول ولكن لها سلبيات كثيرة.